ريال مدريد يتعثر أمام ريال بيتيس ويخسر بنتيجة 2-1. فينا نحكي الصدارة راحت لو كانت قريبة جدا من نادي ريال مدريد. إن فاز برشلونة غدا أو أتلتيكو مدريد سيصبح الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة 3 نقاط، وبين أتلتيكو مدريد وريال مدريد نقطتين. ريال مدريد اليوم خسر، وبالنسبة لي لم يكن الأفضل ريال مدريد في هالمباراة في ملعب ريال بيتيس، ملعب الصعب، لكن القهر جماهير ريال مدريد هو اللاعب إيسكو في هاي المباراة سجل هدف وصنع هدف. لكن اللي خلى جماهير ريال مدريد يغضبوا انه إيسكو لما سجل هدف احتفل امام نادي ريال مدريد، وإيسكو لاعب سابق لريال مدريد، ولأول مرة إيسكو سجل على نادي ريال مدريد، وأول مرة بيحتفل على نادي ريال مدريد. كل جماهير ريال مدريد غاضبة من احتفال إيسكو أمام ريال مدريد. إيسكو، ريال مدريد يوم من الأيام كان فريقك، ولازم تحترم الجماهير وتحترم اللاعبين اللي كانوا يوم من الأيام لاعبين معك بنفس الفريق. إيسكو لم يحترم لا جماهير ريال مدريد ولا حتى لاعبين ريال مدريد، سجل هدف وصنع هدف.